هل السوبر سيت هي فعلا افضل طريقه تدريبيه للضخامه العضليه؟ لو ما تعرفش اصلا يعني ايه سوبر سيت، خليني اقول لك ببساطه ان هي طريقه بنتمرن بيها تمرينتين في ظهر بعض بوقت راحه قليل نسبيا، سواء كانت نفس العضله المستهدفه او العضلتين متقابلتين. بمعنى لو انت مثلا عايز تستهدف عضله الشيست، فهتاخد مثلا تمرينتين زي الماشين شيست بريس والماشين فلاي بوقت راحه قليل نسبيا، يعني مجموعه في ظهر مجموعه. ولو هتمرن عضلتين متقابلتين مثلا زي البايسبس والترايسبس، فهتاخد مثلا مجموعه بايسبس كيرل وفي ظهرها على طول مجموعه ترايسبس كيبل اكستنشن. قبل ما اكمل معاك ما تنساش الفولو واللايك والشير ويلا. طيب هو ايه الفكره اصلا من التمرين بنظام السوبر سيت؟ بص يا سيدي، سوبر سيت فكرته الاساسيه ان انا اختصر وقت التمرين واخد نفس المكتسبات العضليه من الطريقه التقليديه اللي هي السنجل سيتس او التراديشنال تريننج، اللي هو بخلص تمرينه واخش على التمرينه اللي بعدها. وطالما بتتفرج عليا هنا يبقى لازم تبقى عارف ان احنا لازم نروح نشوف راي العلم. يا سيدي اولا لو احنا افترضنا ان احنا هنتمرن بنفس الحجم التدريبي العالي نسبيا اللي بنتمرنه في الطرق التقليديه في وقت محدد قصير نسبيا، فده هينتج عنه حاجه اسمها انكريز ان انديكرين اوتكمز، يعني زياده في الضغط او زياده في استجابه جهاز الغدد الصماء بسبب الضغط الزياده الناتج عن زياده الحمل الداخلي على جسمك بسبب تقليل وقت الراحه. بالتالي احتمال حدوث تحفيز مؤقت لبعض الهرمونات البنائيه زي التستوستيرون لفتره محدده اللي ممكن يكون ليها دور بنائي مرتبط بزياده عمليه اعاده التمثيل الغذائي للبروتين او الماسل بروتين سينثيسيس. لكن لان الحلو ما بيكملش برضه بيحصل ارتفاع لمستوى هرمون الكورتيزول وهو هرمون هدم بعد 24 ساعه من البروتوكولات عاليه الشده اللي زي السوبر سيت تريننج والتراي سيت تريننج. السوبر سيت يا شباب قلنا ان هم تمرينين في ظهر بعض، والتراي سيت هو ان انت تتمرن 3 تمارين في ظهر. ثانيا مستوى الاجهاد او صعوبه التمرين طبعا بتزيد فيما يعرف بالار بي او البريسيفد ريت اوف اكسيرشن، ولكن بيصاحبها انخفاض في الحمل او الوزن اللي بقدر اشيله طبعا في التمرين. وطبعا الجهاز العضلي العصبي او النيورو ماسكولار سيستم بيحتاج وقت اطول للتعافي، ممكن تزيد عن 24 ساعه. طب الخلاصه نتمرن بالسوبر سيت ولا شوف يا سيدي، تعالى اول نتكلم على الاغلبيه العظمى مننا هو المتدربين العاديين، الناس اللي بتروح الجيم وبتلاقي مشكله في توفير وقت للتمرين. فلو انت من الناس اللي بتلاقي صعوبه في توفير وقت للتمرين، فالتمرين باسلوب السوبر سيت ممكن يوفر لك 36% من وقت السيشن. يعني لو انت بتمرن ساعه، الساعه هتبقى 40 دقيقه. فلو انت بتعاني من صعوبات زي ما قلت لك في توفير وقت للتمرين، السوبر سيت ممكن تكون طريقه مناسبه ليك. طب لو انا مثلا معد بدني او انا مثلا رياضي بتمرن مثلا عشان رياضه معينه، فالطريقه دي ممكن تنفعك لما تكون عايز تمرن عناصر تانية على سبيل المثال زي المهاره المرتبطه بالرياضه اللي انت بتمارسها. هنا الطريقه التقليديه او التراديشنال تريننج ممكن ما تنفعكش لانها بتستهلك وقت طويل جدا. وهنا بنرجع لاساليب تدريبيه عاليه الشده زي الميتابوليك كونديشننج، اللي هي طريقه تدريبيه عاليه الشده تشبه في تاثيرها على جسمك تاثير تمارين السوبر سيت. وبالنسبه لتاثير السوبر سيت هل بيختلف عن التاثير او النتيجه عن التدريبات التقليديه اللي احنا بنتمرن بيها على طول؟ بص يا سيدي، على مستوى الضخامه العضليه فتقريبا التاثير واحد ما بين الطريقه التقليديه او السنجل سيتس والسوبر سيت. اما على مستوى زياده القوه العضليه فالطريقه التقليديه اللي هي التراديشنال تريننج اللي هو تمرين في ظهر التمرين ممكن يكون افضل لان اكيد بيكون في وقت ريكفري اكتر. اما على مستوى التحمل العضلي والانرجي اكسبندتشر او استهلاك الطاقه فالسوبر سيت برضو ممكن تكون افضل ليك. دي احنا كده لمينا موضوع السوبر سيت بسرعه، فالموضوع في الاخر راجع ليك ولظروفك وتفضيلاتك، واهم حاجه انك تتمرن يا وحش. اعمل فولو واستنى الفيديو اللي جاي عشان هقول لك على افضل طريقه لتنفيذ اسلوب السوبر سيت في تمرينك، واسال على برامج التدريب عندنا واستفيد من خصومات الوايت فرايداي. والسلام عليكم.